عصابة العناكب أو زي ما بنعرفها جيني ريودان، واحدة من أخطر العصابات في عالم هانتر إكس هانتر. بس يا ترى إيه حكايتها وإزاي بدأت؟ القصة بتبدأ من مدينة ريوشي، مكان ممكن تسميه الجحيم على الأرض. فقر، جوع، عصابات، سكانها كانوا عايشين في معاناة مش طبيعية. ووسط كل ده اتولد أفراد العصابة. كورولو لوسيفر مؤسس العصابة كان مجرد شاب عايش وسط الخراب ده، لكن اللي ميزه انه كان عنده رؤية، كان عايز يغير الواقع بتاعه بأي تمن. كورولو جمع حواليه شلة من نفس المدينة زي باكوندا ويوفو وشال نارك وغيرهم، كلهم كانوا أطفال شارع. قرروا يشتغلوا مع بعض وهدفهم الأول كان بسيط، إنهم يحافظوا على نفسهم في وسط العالم القاسي ده. لكن الحلم البسيط ده كبر، بدل ما يدافعوا عن نفسهم بس بقوا عصابة بتهز العالم كله. سرقوا وقتلوا وفرضوا سيطرتهم، لكن بالنسبة لهم ده كان الطريق الوحيد للحرية. عصابة العناكب مش مجرد عصابة عادية، دي عيلة اتولدت من الألم والمعاناة. بس السؤال المهم، هل شبكة اتبنت على الدم والدمار بالشكل ده تقدر تعيش للأبد؟